الظاهر كانت راح تسكر اليوتيوب كامل ب 2011. كيف؟ في شركة تلفزيونات اسمها فيكا لاقت انه في اكثر من 150 الف مأخوذين من برامجهم ومرفوعين على اليوتيوب وجايبين اكثر من 1.5 مليار مشاهد. فانجلطوا لانه اصلا هاي الشركة فاشلة، فانه كيف يوتيوب يجيب مشاهدات اكثر منهم؟ فقالوا بس ورفعوا قضية ب1 مليار دولار. وهون اليوتيوب خف عقله، لانه لو فازوا يمكن اليوتيوب يتسكر للابد. وهون بلشوا نظام الكوبي رايت وصاروا يسلخوا الناس كوبي رايتات على الرايح والجاي عشان يثبتوا للمحكمة انهم بيحاولوا يوقفوا هذا الاشي، لانه المحكمة كانت ضد اليوتيوب بالبداية. ولو القرار مش لا انا ولا سرعة ولا سيد وحش ولا حتى انت حتكون موجود هون، بس ب 2012 اليوتيوب طلع ورقة الDMCA واللي بتقول انه المسؤول عن المحتوى هو صانع المحتوى مش المنصة. وفعلا الحكومة اقتنعت في هذا الكلام وفازت اليوتيوب بالقضية. وب 2019 شركة فيكيوم هاي سكرت. بس تخيل لو اليوتيوب عن جد سكر شو كان حيصير؟ واشترك لانه اليوتيوب ما سكرش.